فكرت تخش حاسبات او دخلت ولسه تايه، فالفيديو ده ليك. الفيديو ده يبقى لك الشامل لحاسبات. في الفيديو ده انا هغطي لك كل اللي محتاج تعرفه عن الكليه، وهرد لك على اهم الاسئله اللي ممكن تيجي في بالك. ولو تابعت معايا للنهايه اوعدك انك هتكون خارج من الفيديو ده وانت عندك 90% او اكتر عن كل حاجه تخص الكليه. يلا بينا. طيب قبل ما نتكلم في اي حاجه تعال نشوف الاول اذا كانت حاسبات مناسبه ليك ولا لا، لان للاسف في كتير بيخش الكليه عشان هي ترند، او كان عايز يخش طب وهندسه ومجموعه ما جابش فقال لك يخش كليه قمه وخلاص. حاسبات مناسبه لحد بيحب التفكير في كل واي حاجه حواليه، حد بيحب يفهم كل حاجه قدامه بتشتغل ازاي، حد ما عندوش مشكله انه يفضل بالساعات قدام الشاشات. حاسبات مش برمجه وبس، والبرمجه مش كود وبس. حاسبات عايزه حد عنده صبر على التعلم وما عندوش مشكله انه يقعد يذاكر معظم وقت يومه، لان مجال السوفت وير بيتطلب المذاكره المستمره وانك تواكب التطور المستمر حتى بعد الكليه. فلو انت ما عندكش مشكله انك تقعد تذاكر طول حياتك فبنسبه كبيره الكليه مناسبه ليك. وموضوع الرياضه ده مش مشكله كبيره وانا هتكلم كده عنه في الفيديو قدام. طب حاسبات بقى مش مناسبه لمين؟ باختصار كده عكس كل اللي انا قلته من شويه، حد ما بيحبش يفكر كتير، حد ما بيحبش يتعب نفسه، حد ما بيحبش يحب المشاكل، او باختصار كده ما عندوش صبر. ولو الكلام اللي فات ده حسيت منه ان الكليه مش مناسبه ليك فده مش عيب على فكره، انت مش غبي لا قدر الله، ولا اللي في حاسبات مخ اعلى منك، لا خالص، ده بس مش المجال اللي انت ممكن تشتغل فيه مش اكتر. وعلى فكره ممكن تكون فاكر انك ما بتحبش الحاجات اللي انا قلت لك عليها من شويه دي، بس لما تجرب تلاقيك حابب الموضوع. طب انا اعرف منين؟ باختصار جرب، بجد والله جرب. محدش هيقول لك الحاجه دي مناسبه ليك ولا لا الا لما انت تجرب بنفسك. ليه الناس بتكره الرياضيات؟ عشان كده يقولون لك الرياضيات سابقة كل العلوم. عشت حياة كلها رياضيات، يا ما فضلت ويا ما كملت. تعالوا نتكلم شويه بقى عن اخواتنا في ثانويه عامه. هل في اي فرق بين علم علوم وعلم رياضه في الكليه؟ الاجابه المختصره لا، وفي بس اختلافين اتنين ويعتبروا بساط جدا. اولا بيكون في التنسيق، تنسيق علم علوم غالبا بيكون اعلى شويه، اعلى بشويه قد ايه الله اعلم، ده بيختلف من سنه لسنه، ملهاش نسبه معينه، بس عموما بتكون في رينج من 2 ل 3%. الاختلاف الثاني وده اختلاف ممكن يخوف بعض الناس، وهو ان بيتضاف عليهم ماده جوه الكليه، دي بتكون على طلبه علم علوم بس، اسمها ماس زيرو، وما تخافش دي مجرد الاساسيات اللي بناخدها في اعدادي، ولا ما بيكونش ليه اختبار مبدئي قبل ما تخش الكليه. احنا الترم الاول خلص اهو، وطلبه حاسبات علم علوم ما امتحنوش فيها لحد دلوقتي، وغالبا هيكون الامتحان فيها الترم الثاني. طب تفاصيلها ايه؟ ما بيكونش لها محاضرات ولا لها اي حاجه، مجرد كتاب بينزل لك بتذاكره وبتروح تمتحن في اخر السنه. وصدقني من كتر ما الماده دي تافهه طلبه علم علوم ما تعرفش بوجود الماده دي اساسا الا قبل الامتحان بتاعها بفتره، الماده اللي بتلم في ليالي الامتحان يعني. غير كده مفيش اي فرق بين علم علوم وعلم رياضه في الكليه. طب هل بقى لازم تبقى جامد في الرياضه عشان تخش حاسبات؟ صدقني يا ابني لا، انسى بقى خوف الثانويه العامه ده، الرياضه هنا موجوده عشان تخدمك وعشان تساعدك في مجالك، مش عشان تضايقك في امتحان. بعيدا عن صعوبه الامتحان، عشان انا الصراحه كعلم رياضه الامتحان كفاني على وش، بس طالما انت دخلت حاسبات لازم تشد دماغك موضوع الرياضه ده عادي، ماده زي اي ماده، صعبه شويه معلش تعال على نفسك وحاول تفهمها لانها فعلا ضروريه. طب يا عم هي رخامه، انا دلوقتي داخل حاسبات هدرس رياضه ليه؟ ما ادرس البرمجه وخلاص. انا قلت قبل كده ان حاسبات مش كود وبس، الرياضه انت هتحتاجها في كذا موضوع مهم جدا فعلا، زي ده ستراكشر والالجوريثمز. حلو كده باشا يا اسطى، سيبني اقول الالجوريثمز يا اسطى بعدين. زي الداتا ستراكشر والالجوريزمز، حاجه زي الاحصاء لا غنى عنها في حاجه زي الماشين او الاي اي، فكل ده حاجات انت تستفاد بيها جوه تخصصك مش رخامه. حاجه زي الاي اي عوامدها قايمه اساسا على الاحصاء، فهي مش رخامه، انت بتدرس مواد هتحتاجها في تخصصك فعلا. فحتى لو تخصصك هيبقى ويب او موبايل او داتا اناليسيز او اي اي، فكده هتستخدم الرياضه بشكل او باخر. صدقني حاول تحبها مش تعاند وخلاص. وكمان الرياضه بتخلي عندك تفكير منطقي وتبقى سريع في حل مشاكلك في الكود. صدقني هي مش موجوده عشان تضايقك، بل موجوده عشان تساعدك. كليه حاسبات ومعلومات دي تقريبا اكبر نصبايه بتضحك على الناس. خلينا بقى نتكلم شويه عن خريج حاسبات بيشتغل في ايه، وكده كده انا هكلمكم في كل تخصص خريجه بيشتغل في ايه، بس دلوقتي خلينا بشكل عام نشوف خريجين حاسبات بيشتغلوا في ايه. في 5 اعمده اساسيه خريج حاسبات بيشتغل فيهم. واحد هو تطوير السوفت وير، وده بيندرج تحته مسميات عديده زي الويب والموبايل والديسكتوب ابلكيشن، زياده تطوير الالعاب والخ، وطبعا في مسميات اكتر بس خلينا نتطرق لها بعدين. علوم البيانات او الداتا ساينس، وده بيركز على اي حاجه فيها داتا. في اللي بيشتغل في الشبكات برضه، في الاي اي والسايبر سكيورتي او الامن السيبراني، وفي طبعا حاجات ثانيه بندرسها على خفيف زي اليو اي واليو اكس زي الالكترونكس، بس انا بكلمك عن المسميات اللي اغلب خريجين حاسبات بيشتغلوا فيهم.
خلينا نتكلم بقى شويه عن نظام الكليه، وتعالوا واحده واحده كده اعرفكم انت تدرسوا ايه بالظبط طول ال4 سنين. حابب بس الاول قبل ما اتكلم في اي حاجه ان كل جامعه ليها نظامها الخاص، وكل كليه كل جامعه في دول بيكون ليها نظام تدريس غير التاني، بس انا هحاول اغطي كل الحاجات الاساسيه المشتركه في كل جامعات مصر. بصوا الكليه بتكون 4 سنين، اول وثاني سنه بيكونوا تاسيس، ولازم يكون كل طالب في حاسبات عنده علم بيه، وده بيكون عام والدفعه كلها بتاخده، وايا كانت تتخصص فيه بعدين لازم تكون مريت على الاساسيات دي. وسنه اولى تدرس فيها كل الجامعات تقريبا نفس الحاجه، رياضه، فيزياء، احصاء، شبكات على خفيف، الكترونكس وسي اس واي اس. وسنه ثانيه بقى انا شايفها اهم سنه في حاسبات كلها، وبتدرس فيها اهم الحاجات اللي بتميز طلبه حاسبات. واياك تخش الكليه وما تهتمش بالسنه دي بالذات. عد معايا: داتابيز، داتا ستراكشر، الجوريزمز، داتا اناليسيز، سوفت وير انجينيرنج، لوجيك ديزاين، بي ال، شبكات، نظم التشغيل. بالله عليكم حد سمع عن حاسبات وما سمعش عن المفاهيم دي؟ تقريبا دي كل حاسبات اصلا. شد حيلك في السنه دي عشان دي بجد اهم سنه هتعدي عليك في حاسبات كلها. بجد انا بعتبر اي حد بيجتهد في السنه دي هيتميز عن اي حد تاني في المجال. وبنبتدي بقى التخصص بتاعنا في سنه ثالثه ورابعه، وهنا بقى بتبتدي كل كليه تختلف عن الثانيه. يعني القاهره مش دايما تبقى زي حلوان، وحلوان مش دايما زي عين شمس، وهكذا. بس غالبا اللي منتشر في اغلب جامعات مصر هم 3 تخصصات: السي اس والاي اس والاي تي. طبعا في مجالات تانية بس انا بتكلم عن اللي غالب في اغلب الجامعات. يعني تخصص زي الاي اي موجود في حلوان بس ممكن ما تلاقيهوش في القاهره، او ممكن تلاقيه في القاهره كريدت، او ممكن تلاقيه في عين شمس، او ممكن ما تلاقيهوش. فانا بتكلم بشكل عام، والجدول اللي قدامكم ده فيه التخصصات العامه والكريدت اللي موجوده في القاهره وحلوان وعين شمس، مع العلم ان الاي اي دلوقتي في حلوان بقى عام مش خاص. وفي طبعا تخصصات تانية زي الكمبيوتر انجينيرنج، وده هاردوير صرف ومش بيتدرس في حاسبات، ده بيتدرس في هندسه. خلينا بقى نمسك اهم التخصصات ونجاوب على اهم الاسئله، زي هما بيدرسوا ايه بالظبط، لو اتخرجت من واحد منهم هيبقى ايه مجال شغلك، وهل هو مناسب ليك ولا لا. بس قبل ما نعمل كده عايز بس اعرفك ان في مواد مشتركه بين كل التخصصات. يعني عادي جدا تلاقي شخص في سي اس واي اس بيدرسوا ماده واحده، لان في مواد اجباريه على القسم وفي مواد اختياريه، والاختياريه دي ساعات بيشترك فيها اغلب التخصصات. بس انا طبعا مش هنتكلم في الموضوع دلوقتي لان الفيديو يطول مننا جدا. يعني مثلا قسم زي السايبر سيكيورتي او الماشين هتلاقيهم في اغلب التخصصات. المهم نرجع لموضوعنا، خلينا نمسك اشهر 4 تخصصات اتكلمنا عنهم ونمسك كل واحد فيهم بالتفصيل ونشرحه. اولهم هو تقريبا الاشهر واغلب الناس بتخشه هو قسم الاي اس، وهذا تخصص بيركز على تحليل البيانات ودعم القرارات واداره الاعمال، مش برمجه عميقه واغلبه حفظ، وبيركز على الداتا بشكل عام اكتر بكل مجالاتها بقى. والصوره اللي قدامكم دي بتوضح لكم اغلب مجالات خريجين اي اس او المسمى الوظيفي بتاعهم. طب قسم الاي اس ده مناسب لمين؟ مناسب لشخص بيحب تحليل البيانات، مش عايز برمجه بعمق، حد ما عندوش مشكله مع الحفظ كتير قوي، واكيد طبعا مش مناسب مع حد بيكره الحفظ لانك بجد هتعاني. نيجي بقى القسم المفضل وهو قسم السي اس، وده المفضل لي انا شخصيا. والتخصص ده بياخد حاجات مشتركه في اغلب التخصصات، اللي بيدرسه بيركز اكتر على داتا ستراكشر وعلى الالجوريزمز، لغات البرمجه وتكوينها والكومبايلرز، وفي شبكات، واكيد في سايبر سيكيورتي، وده اللي انا ما قلتوش في الاي اس لكنه موجود في اغلب التخصصات، وهي ماده مشتركه زي ما انا قلت لكم في الاول. واللي قدامكم دي اغلب مجالات عمل خريجين قسم السي اس. طب القسم ده بقى مناسب لمين؟ هو مش محتاج حفظ كتير زي الاي اس، لكنه محتاج حد بيفكر ومستعد يتعلم باستمرار ويتحدى نفسه حتى لو كانت المواد صعبه، لان اغلب مواد السي اس تبقى صعبه فعلا، حد مش فارق معاه طول المواد، بس المهم عنده ان هو يخرج الحاجه دي فاهم، وده اللي انا حرفيا بعشقه، ونيت ان شاء الله على القسم ده. دعواتكم بقى. ونيجي للقسم الاشهر تقريبا وهو الاي تي. تقريبا ما حدش سمع عن حاسبات وما سمعش عن قسم الاي تي، وده التخصص المفضل عندي على طول بعد السي اس. ده تقريبا بيركز على كل حاجه بتخص الشبكات، من اول قواعد البيانات والسيرفرات لحد الحمايه والسايبر سيكيورتي. واكيد مش محتاج برضه اقول لكم تاني ان في مواد مشتركه بينه وبين باقي التخصصات. وحابب انوه برضه ان الاي اي موجود في ال3 اقسام اللي فاتوا دول. الصوره اللي قدامكم دي في اغلب مجالات عمل خريجين الاي تي. ونيجي بقى للقسم الاخير والاشهر واللي اغلب الناس بتخش حاسبات عشانه، وهو قسم الاي اي. الذكاء الصناعي هيلغي شغل المبرمجين. هبقى بضحك عليك لو قلت لك الذكاء الاصطناعي مش هيقلل الاحتياج لمبرمجين لمصممين. هل الذكاء الاصطناعي هيحل محل المبرمجين؟ الاي اي هيخلص على المبرمجين يا غريب؟ ايه ده بجد؟ والله. طبعا ده مش منتشر في كل الجامعات، في جامعات فيها التخصص ده وجامعات تانية لا. مثلا لو انت في حاسبات عشان تخش التخصص ده تاكد الاول ان الجامعه اللي انت رايحها فيها التخصص ده، ولكنه موجود في جامعه حلوان. وطبعا الاسم شارح نفسه، انت في كل التخصصات السابقه بتاخد ماده او مادتين او 3 بالكتير عن الاي اي، هنا بقى انت بتتعمق فيه وبتاخد كل حاجه تخصه حرفيا. طب ايه المواد اللي هتاخدها فيه؟ عد معايا: مواد زي الماشين ليرنينج، مواد زي الديب ليرنينج والنيورال نتوركس، الداتا ساينس، ايمج بروسيسنج، والان ال بي، واكيد زي ما قلت لازم يكون في احصاء ورياضه لان دول عمليه الاي اي. وطبعا مع تخرجك من كل التخصصات دي تقدر تخرج تشتغل في الويب او الموبايل، انت حر، انا بس بديك الكلام اللي بيخص كل تخصص. طب انت بقى تنصحني تخصص في ايه؟ بص، لا انا ولا اي حد يقدر يقول لك بالظبط انت تخش ايه، الموضوع يرجع لك انت في الاول وفي الاخر، ويعتمد على انت بتحب ايه وميال اكتر ليه، وده اللي انت تعرفه في سنه اولى وثانيه لانك هتاخد من كل التخصصات دي مواد. بس انا ممكن اساعدك تختار عن طريق انك تسال نفسك سؤالين 2. اولا بص على المواد بتاعته وشوف انت حاببها وقابل ان انت تدرسها وما عندكش مشكله انك تقعد تذاكرها ولا لا. لو لقيت نفسك حابه اسال نفسك السوق مطلوب في التخصص ده ولا لا، لان مش شرط التخصص اللي انت بتحبه يكون مطلوب في السوق المحلي،
عالي، وللاسف قسم الاي اي في الوطن العربي مش منتشر قوي. فتعمل حسابك لو انت دخلت تخصص زي الاي اي ان انت تكون عامل حسابك على سفر بره، وما تجيش على واحده على حساب الثانيه. شوف اللي مطلوب في السوق وتكون برضو حابه. وبيننا وصلنا لنهايه الفيديو. مش هينفع اخرج من الفيديو ده الا لما اشكركم على التفاعل بتاع اخر فيديو. بجد ما شاء الله وصلنا لرقم كبير جدا في وقت قليل قوي، وبس في فيديو واحد. بجد شكرا على الكومنتات الجميله اللي انا ما سبتش كومنت الا وقريته. بجد شكرا من القلب. كده تقريبا انا غطيت لك 90% من اللي محتاج تعرفه عن كليه حاسبات. غير كده بقى هتلاقيها اختلافات طفيفه بين كليه وكليه وجامعه وجامعه. والفتره الجايه ان شاء الله شغال على فيديوهات هتفيدكم فعلا بجد، زي انك ازاي تبدا في عالم البرمجه، وهشرح لكم برده كل تخصصات البرمجه اللي موجوده. ما تنساش تشترك عشان يوصلك تنبيه اول ما ينزل. سلام.